السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. فيديو جديد ويوم جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو حابة اشكر اخواتي وحبايبي اللي بيساعدوني ويقفوا جنبي. الفيديو دون جاب تعليقات كتير جدا وجاب مشاهدات، اللهم بارك، ربنا يا رب يوسع عليا ويكبر بخاطري. قبل بقى ما نبتدي الفيديو صلوا على الحبيب محمد في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعكم والدعوة الحلوة اللي انتوا تدعوها لأمي ان ربنا يشفيها ويعافيها. انا بتأخر عليكم اليومين دول في تنزيل الفيديوهات، ليه؟ معلش انا اسفة جدا. انا اولا انا مش حاسة بدخلة رمضان ولا حاسة بأي حاجة، والنفسية مش احسن حاجة، بس الحمد لله لازم أنا اشتغل ولازم أنا اسعى، وفي ضغط كتير على الواحد ونفسية الواحد تعبان. جالي بقى كومنتات كتير قوي على الذبيح في الفراخ او ذبيح البط في قلب الحوض. حرام عليكي، انت بتعذبيها، حرام عليكي، لازم انت تفرفر، حرام عليكي، انت بتعملي كده ليه؟ انت مخزنه ليكي وللزمن، انت مفرزه فراخ تكفيكي طول شهر رمضان والشهور اللي بعدها كمان. انت ذبحه بط يكفي اكتر من كام عيله يعني. تعليقات جات لي اقسم بالله في الفيديو اللي فات، اللي هو اللي قبل اللي فات، بتاع ذبيح البط وبتاع ذبيح الفراخ الجميزه. تعليقات جديد كتير جدا جدا جدا. انتوا زي ما شايفين اللهم بارك. انا بذبح الحاجه، بقعد مثلا اربي فيها شهرين او 3 واذبحها، ابيع منها الا بيعه ويبقى ليا ولعيالي اللي هيفضل. انا بسلك نفسي بيه، انا بساعد نفسي. انا لو عندي بيت وعندي مكان انا هربي فراخ واعمل مشروع كبير وتربية الطيور، واوصل كل الاوردرات واوصل كل اللي محتاج. فانا اخزن ليا وللزمن ليا. ده انا ما فرستش السنه دي تفريزات رمضان، ما عملتش السنه دي تفريزات رمضان، ما عملتش زينه رمضان، ما عملتش تنظيفات رمضان. اولا ماليش نفس اقسم بالله عشان خاطر امي تعبانه والنفسيه مش احسن حاجه. ثانيا برضك الضغوطات والماديات مش احسن حاجه. ما جبتش اي حاجه السنه دي خزنتها. دي حاجة تانية، انا بمسك الفرخة بربطها بكيس من رجليها وبغطيها ببانيو، والفرخة بتفضل تفرفر، وانا اساسا كده كده بمسك البانيو عشان خاطر الدنيا ما تتبهدلش زي ما انتوا شايفين كده. لما تموت وخلاص بقى، وبقوم حطاها على الحوض تصفى واذبح غيرها، وبتشاهد عليها وبسمع عليها وكل حاجة. الموضوع كله ان هما بيبقوا حوالي 5 6 فرخات او 10 فرخات بالكبير. ببيع منهم اللي ابيعه، ماشي، سواء فراخ بلدي او جميزة او وزارة او ايا كان او بط، وخلي ليا ولبيتي ولعيالي. يعني الاوردر ده ال6 فرخات دول هم كانوا 6 بالظبط، هم انا ما كانش ليا فيهم غير 2 و4 خارجين. 4 كانوا محجوزين اساسا. اللهم بارك. بألف هنا لاصحابهم، بألف هنا لاصحابهم، ربنا يا رب يحللهم ذاتهم. انا اللي بياخد مني الحاجه بيحبها مره واتنين، عشان انا براعي ربنا في لقمه اكل عيشي، وبربي الحاجه كويس وبربها على العلف وعلى الدش وعلى اكل البيت. بتبقى حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده اللهم بارك. اللي يقول لي، اللي كاتبالي في الكومنتات تقول لي انت مربيه، انت ذابحه فراخ ومخزناها ليكي وللزمن، انت ذابحه فراخ تكفيكي شهر رمضان والشهور اللي بعده، انت تاكلي كل الاكل ده. كومنتات اقسم بالله او تعليقات حاجات كده غريبه. واللي يسالوني بقى يخشوا لي على الخاص ويسالوني الكيلو البط بايه، اجي اقول مثلا كيلو البط الكيلو ب150 جنيه او ب145 جنيه، يقولوا لي ليه؟ ده كيلو البط ب110 و120 جنيه. كيلو بط اللي ب110 و120 جنيه؟ ده فراخ، ده الفراخ كانت واصله 100 يعني الفراخ البيضه كانت واصله 110 جنيه. ف ودي حاجه متربيه تربيه بيتي بسم الله ما شاء الله. دكر البط كان يخش له في 6 كيلو بط يعني، و5 كيلو بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. فالواحد بيقعد 3 اشهر ياكل الكيلو البطه، على ما بسم الله ما شاء الله بتاكل لها 10 كيلو علف و... وزياده كمان. انا لو عندي بيت وعندي مكان انا هربي وابيع واعمل مشروع كبير وكده. كميات بتبقى محدوده اقسم بالله. فالحمد لله على كل حال. يعني الفيديو انا ما شفتش فيه حاجه، انا نزلت لكم المقطع دون ليه؟ عشان انا مش شايفه ان في الفيديو فيه حاجه. انا ما خزنتش تخزينات رمضان. روحوا شوفوا القنوات الكبيره اللي جايبه لها وللزمن فعلا، بس كل واحد كده ربنا سبحانه وتعالى يحلله ذاته. مع اللي معاه قرش وما يجيبش
ما يستمتعش بقرشه ليه؟ الدنيا متفاتة. بس كل واحد بيمشي على قده، كل واحد عارف شمس داره طالعة ازاي بالعربي كده وبالفلاحين. انا عارفة شمس داري طالعة منين. انا كل سنة كنت بعمل تجديدات رمضان، تعمل تنظيفات رمضان، اروح اشتري مشتريات، اروح اجيب كذا. جيت اروح اشتري الحاجة لقيتها غالية. ان انا اروح محمد ابني كان عاوز فانوس الزيت دون اللي طالع ترند، رحت اجيبه الاقيه ب1500. انا 1500 دون في الموسم اللي احنا فيه. اجيب شغلي بقى، اجيب موسم، اجيب زبدتي، اجيب اي حاجة، اروح اجيب لبس لعيالي، اجيب لبس العيد لعيالي، اجيب اي حاجة في البيت. انا ما جددتش، ما عملتش اي حاجة، ما فيش. الناس اللي امال الناس اللي بتعين الشعريه وبتعين المكرونه، بتحمر لسان العصفور وعين الخضار وعينه. وبرغم ان انا ست بشتغل، يعني انا طول شهر رمضان ده اقسم بالله بشتغل في الشارع، قاعده في الشارع ال 24 ساعه. يا دوبك اخش بعد العصر اعمل اكل لعيالي، ما اغسلش المواعيني، واقوم رايحه تاني راجعه الساعه 12 بالليل اسحر عيالي واغسل المواعين بتاع الفطار وبتاع السحور، وننام. اقوم من فجر ربنا اصلي الفجر واحضر فطاري قبل ما امشي، عشان خاطر لو اتاخرت ورجعت الساعة 5 أو رجعت الساعة 4:30 وما لحقتش أعمل فطار لعيالي. وساعات ما بلحقش أعمل فطار لعيالي وأروح أكل عندنا، أفطر عند أبويا في بيتنا، في بيت أبويا عند أمي هناك. مش عارفة، أنا عمري ما بصيت في لقمة عيش حد. يعني انتوا مستكترين بطتين وفرختين على ايه؟ أنا مش فاهمة. المهم، البط بألف هنا لأصحابه، والفراخ بألف هنا لأصحابهم. والحمد لله كل واحد عارف شمس داره طالعة منين. روحوا دوروا على القنوات اللي بتخزن بسم الله الله أكبر كميات مهولة مكرونة وشعرية وزيت وسكر وسمنة ويميش رمضان والحاجات دي كلها. احنا يعني انا حاجة عادية. انا من يوم ما اشتغلت الاونلاين في المجمدات او في الحاجات بتاع يميش رمضان ومش عارفه ايه، يعني كل ما عوزت 8 كيلو زبيب او اي حاجه اروح اجيبها كده وخلاص. فالله المستعان. تعالوا نرجع لشغلنا. ده الاوردرات السمنه الزبده الصفرة اللي كانت متاخره، الحمد لله جت. وجت بعد معاناه اقسم بالله. كل حاجه بتيجي غلا وكل حاجه بتيجي غاليه عليا، وبكسب بالهامش الربح والله العظيم بيبقى بسيط جدا، وبحمد ربنا وبقول مش مشكله ان ربنا يجيبه كويس. وبحمد ربنا على كل حال، وبحمد ربنا في السراء وفي الضراء. زي ما انتم شايفين دي الكمية كلها كانت مطلوبة مني. المفروض ان هي كانت تخرج النهاردة السبت او لحد بكرة. اسفة جدا على التأخير. هتخرج ان شاء الله بإذن الله. نبدأ نسلم اوردرات القاهرة والمحافظات اللي كانت طالبة مني. هنسلم الاوردر ان شاء الله يوم الاثنين يا التلات ان شاء الله بإذنك انت يا رب. فأي حد محتاج زبدة، اي حد محتاج بط فراخ اي حاجه، اجيبها له على دماغي من فوق، اجيبها له لغايه البيت عنده. ده رزق وبجري عليه. يتواصل معايا على رقم التليفون 010 10 9 8 3 5 4. زي ما انتوا شايفين اهي، اللهم بارك. والله 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 3 بالله العلي العظيم اللي انا بشتغل الشغلانه دي وربنا سبحانه وتعالى يعلم انا ايدي او كتفي او دراعي عامل ازاي. فبحمد ربنا بقول يا رب الحمد لله. وانا اللي حابه الشغلانه، انا اللي نفسي المشروع يكبر. نفسي كمان اجيب ان شاء الله باذن الله، اتفق مع ناس من موسم الجاي ان شاء الله ان احنا ناخد منهم لبن، نطلع قشطه، نطلع جبنه قريش، نطلع جبنه حادقه. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه نبدا بقى نعمل كل الشغل اللي ربنا يا رب يجعلهن باب رزق مفتوح لنا عشان خاطر ال3 اطفال اللي احنا فيهم دول، اللي معايا دول. فالحمد لله على كل حال. الف حمد والف شكر لك يا رب. ده شغلي وده اكل عيشي وانا بشتغل وبسعى عليه. انا مش عارفه انتوا متضايقين ليه. وفي ناس كتير حاسه بيا، يعني حد دخل لي في الكومنتات بتقول لي الله يكون في عونك، انا دراعي زي كده بالظبط، دراعي بيوجعني خالص من كتر الشغل. فانا نفسي اشتري عجان وربنا ييسر الامور يا رب. بحاول بس ان انا الاقي حد اجيب منه عجان بالقسط، فربنا ييسر الامور كده ونعدي بس اول اسبوع من رمضان كده ولا حاجه وانزل كده ادور ان انا اشوف ايه، حد يجيب لي عجان بالقسط ولا حاجه. المهم دي القشطه هي زي ما انتوا شايفين.
دي انا بقى اللي انا بعمل بقلب فيها دي كده بتبقى قشطه، واللي على الصينيه دي بتبقى زبده. وفي ناس كتير بتقول لي يا دعاء انت ما بتغسلش، انا بغسلها بس بغسلها من ورا الكاميرا. فانا عشان الفيديو ده كان قصير خالص، انا بقى قلت ايه اوريكم انا بغسل الزبده ازاي. بجيب ميه ساقعه خالص، ميه متلجه، واقوم غسلاها، يا بجيب ميه من الحنفيه. بردك الجو اليومين دول حلو، يعني الدنيا ساقعه وكده. قوم غسلاها. بتغسليها ليه او كده؟ بتتغسل عشان خاطر ما تمررش منك، وانت لما انت تعينيها في الفريزر. الناس اللي بتقولي بردك دوكومنت جايلي ما تسيحيها على بعضها. لا انا مش هسيحها على بعضها، يعني عشان في ناس بتطلب حتى بالنص كيلو. يعني في ناس بتطلب مني يا دعاء احنا عاوزين نص كيلو، يعني اللي حواليا يا دعاء احنا عاوزين نص كيلو. اروح اديلهم نص كيلو زبدة، ولا اديلهم نص كيلو سمنة متسيحة. فلما تاخد نص كيلو ب130 جنيه، احسن ما هي هتاخد كيلو سمنة متسيحة معدية 150 جنيه. وهي حرة بقى، ممكن عايز تعمل بقى تعمل بقى حاجة براحتها هي يعني، دي بتاعتها هي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لنا اللايك كده يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش تدعوا لامي، دعوه حلوه منكم كده ان ربنا يشفيها ويعافيها، واشفي كل مريض يا رب، ويتألم ولا يتكلم. وابعد عننا وعنكم شر كل حاقد وشر كل حاسد، ويكفيني ويكفيكوا شر وده الحرام وشر المستخبي، وارزقنا من السماء ومن الارض، اللهم امين يا رب العالمين. فانا بس كنت عاوزه بقى اوضح لكم في اول الفيديو ان انا ما بيبقاش كل اللي انا بصوره بيبقى ليا. وحتى لو ليا انا ببقى عارفه انا بعمل ايه، ومش كتير على عيله. لو عزمنا حد في رمضان او ما عزمناش، انا ابو محمد بيبقى معظم الاسبوع كله بيفطر بره، وبيجي يفطر يومين اتنين بس معايا في طول شهر رمضان. فلما 5 تنفار ياكلوا فرخه، مش كتير عليهم، هم 5 فراخ ولا فرختين، في بتاكلي مرتين اتنين في الاسبوع، فهم يا دوبك. فانتوا حسستوني ان انا بعمل حاجة محدش عملها على اليوتيوب، وحسستوني ان انا مختلفة عن الناس اللي على اليوتيوب، او الناس العادية كمان. سيبكم من الناس اللي على اليوتيوب. انا بقول لكم جيت محمد قال لي يا ماما انا عاوز اشتري الفانوس ده ووراني شكله. اتصلت بجروب وشفته الاقيه ب1500. انا يعني ليه انا استخسرت ان انا اروح اشتري فرع زينة 10 متر ب75 جنيه؟ انتوا متخيلين يعني؟ الله المستعان. ربنا يرزقنا جميعا ووسع رزقنا ويكبر بخواطرنا ويرضينا ويرزقنا من واسع فضله. ده رزق كل واحد يعيش اجواء رمضان براحته. انا زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، اقسم بالله الواحد ولا بحس اجواء برمضان ولا فرحة رمضان ولا باي حاجة. بس ربنا يا رب يجعله شهر خير علينا وما يغمنا ابدا، ويكبر بخواطرنا جميعا، ويرزقنا من واسع فضله، اللهم امين يا رب العالمين. يعني الواحد والله العظيم زي اي ام دلوقتي شايله هم شغل رمضان، شايله هم مصاريف رمضان، شايله هم هتجيب حاجه رمضان منين، هتجيب خزين رمضان منين. الناس اللي بتشتغل باليومية روح لبس العيد، أقل طقم عيد وسط ب1500 وب2000 وب2500. وفي ناس جايبة الطقم ب5000 جنيه، كل واحد بيمشي على قده. وفي اللي بيجيب تيشيرت وبنطلون يمشي نفسه بيه. فهي ضغوطات على الناس كلها، والناس كلها مكبوتة. وأنا أقسم بالله أنا أكتر واحدة بتراعي شعور الناس. أنا من الناس، لو كنتوا تلاحظوا في قناتي الأولانية، قناة يوميات دعاء في الريف، لو دخلتوا في القناة كلها كانت عبارة عن محتوى طبخ. كنت بعمل بط وفراخ ولحمة وكفتة وحمام وكل انواع الطبخ، كل انواع الحلويات. وهرجع وافضل اقول، ناس كلمتني وقالت لي يا دعاء ما عنتش تنزلي، راعي شعور الناس اللي مش لاقيه تاكل. ما عنتش بنزل الاكل، ولا عنت بنزل الشرب، ولا عنت بنزل اي حاجه. ولو نزلت بنزل مقطع صغير كده، لان انا اتالف وش كده يعني من حد عندنا في البلد: انت بتاكلي الاكل ده كله امتى؟ انت بتعملي بالاكل ده وانا ايه ده؟ انتوا بتاكلوا اكل يكفي عيله. اتقالت لي في وش كده. انا عارفه ان محدش بيسيب حد في حاله، بحق القران اللي شغال ده محد بيسيب حد في حاله. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله.
وربنا يوسع عليا وعليكم ويكبر بخواطرنا جميعا. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، ما تنسوش تدعوا لأمي ان ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب يتألم ولا يتكلم، مجبر بخواطرنا جميعا. كده بقى نخلص الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده، ويبقى كده خلاص. هعمل بقى فيها ايه، هغسلها واللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد، واوريكم بقى في الاخر إيه ما بغسلها بتبقى عامله ازاي. هي اهي بسم الله ما شاء الله، ولا عليها لون ولا عليها مواد حافظه ولا عليها اي حاجه. اللي عاوز يتواصل معايا واللي عاوز يطلب مني زبده يطلب مني زبده على رقم التليفون 010 10 9 8 3 5 4 010 10 9 8 3 5 4. والتأخير ما بيبقاش والله يا جماعة، بيبقى من عندي، التأخير بيبقى غصب عني، لان انا وغيري 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 وتجار كتير بيروح ياخدوا من الناس. فطبعا احنا عشان ناس يعني لسه في الموضوع صغيرين وكده، فمش باينين يعني كمية مش بتبقى احسن حاجة يعني ايه بيجوا علينا احنا عن الناس التانية، انتوا فاهميني. وزي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، العجز ما بيبقاش من عندي، زي ما انا عندي عجز عند موحى ياسر، عجز عند كل اللي بيشتغل في الزبده دلوقتي حاليا عجز. كل ما تيجي تكلمي تاجر او تيجي تكلمي حد يقول لك احنا في موسم، احنا في موسم، احنا في موسم. يلا ربنا يجعله موسم خير على الناس جميعا، ويجعله موسم هنا وسعاده على امه محمد اجمعين. اتمنى منكم بس اللي انتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا كلمه الكل، عشان كل ما ننزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه. والناس ممكن يجيلي كومنت يقول لي لما انت بتحطيها هو في الميه يبقى الميه كده هتحط في السمنه، السمنه هتشيل ميه. انا بفضل اقعد اخض فيها مره واتنين وتلاته، واقعد اعصرها لغايه ما تنزل كل ميتها، وانا برجع تاني اوزن وارجع اعصر، ولو في 5 جرام ناقصين بنرجع نحطهم. بيننا وبينكم ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، فضلا وليس امرا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعملوا كلمه الكل، عشان كل ما ننزل الفيديو يوصل لكم اشعار بيه. بالله عليكم ساعدوني عشان نكبر القناه، وعشان نشتري العجان، وعشان يجيلي ارباح من القناه، عشان خاطر اشتري عجان ان شاء الله باذن الله. اول ربح هيجيلي من القناة هروح اشتري بيه عجان ان شاء الله باذن الله. فساعدوني بقى كده نحقق حلمنا، وساعدوني كده ان القناة تكبر. وزي ما انتم شايفين اهون، زي ما انا قلت لكم انا بغسلها والله العظيم، ده على طول بغسلها عشان خاطر ان هي ما تمررش. لو انت عنديها شهر ولا 3 ولا 4 ولا 6 اشهر ولا سنة في الفريزر، عمرها في حياتك ما تمرر معاك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير في رعاية الله، مع السلامة.